فيلم اسف على الازعاج هو فيلم مصري انتاج سنة 2008 ومن بطولة احمد حلمي، وهو من افضل الافلام المصرية في اخر 20 سنة، والنهاردة قررت اني اعمل له مراجعة. النص الاول من الفيلم بيعرفنا عن شخصية حسن وبيدخلك في حياته وطبيعة شخصيته وعلاقته القوية بوالده، وغير طبعا تفاصيل تانية كتير قدمها السيناريو بشكل متماسك. بس مش عارف ليه وانا بتفرج حسيت ان فيه غموض شوية، وده اللي بيتكشف بعد كده. في النص التاني الفيلم بيتقلب 180 درجة وبنشوف بلوت تويست رائعة جدا في مشهد ممتاز، وبالنسبة لي هو افضل مشهد في الفيلم، وطريقة اخراجه كانت من اروع ما يمكن. كمان الفيلم مليان لحظات درامية رائعة جدا. اما الاداء التمثيل احمد حلمي قدم افضل دور ليه في مسيرته السينمائية حتى الان، وكان مفاجأة وقتها لانه جه بعد افلام كوميدية جدا زي مطب صناعي وكده رضا، وعنده لحظات درامية من اروع ما يمكن. منة شلبي كانت جيدة جدا، محمود حميدة قدم واحد من افضل ادواره، دلال عبد العزيز الله يرحمها كانت جيدة جدا، محمد شرف الله يرحمه عنده مشهد عظيم جدا ومن افضل مشاهد الفيلم. الاخراج لخالد مرعي كان ممتاز جدا، الموسيقى التصويرية والمونتاج رائعين جدا، واغنية الفيلم اللي في النص التاني كانت حقيقي حلوة جدا ومؤثرة. مشكلتي مع الفيلم انه جه مرة واحدة في تسلسل النهاية وبدأ يتعامل معاه وكأنه فيلم تاني، وقفة الفيلم ما عجبتنيش لاني كنت عايز النهاية تكون مناسبة اكتر لاجواء الفيلم وتكون محيرة شوية. بس هو فيلم رائع جدا. تقييمي النهائي 9 من 10.